السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده معانا موبايل جديد ومعانا فيديو جديد من شركه ريلمي، وهو الريلمي نوت 50. الموبايل ده يا جماعه نازل في الفئه المتوسطه. هنتكلم مع بعضينا في الفيديو عن كل حاجه تخص الموبايل، وساعتها انت اللي هتختار هل الموبايل ده هيبقى مناسب بالنسبه لك ولا مش هيبقى مناسب بالنسبه لك. قبل ما نتكلم في الفيديو تعال نتكلم سريعا بس عن خطه التقسيط وازاي ممكن تقسط اي موبايل من اختيارك في موبيتك. اولا انت تقدر تقسط الموبايل اللي نفسك فيه بالبطاقه الشخصيه فقط بدون مقدم والاستلام فوري، فالموضوع سهل جدا جدا زي اللايك والفولو. فدلوقتي ممكن تعمل لايك عادي جدا وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد ينزل على القناه اول باول. فلو انت حابب تتقسط اي موبايل بالبطاقه الشخصيه فقط ممكن تتواصل معايا، وطبعا انا ببقى سايب كل لينكات السوشيال ميديا في الديسكريبشن، وكمان رقم الواتساب لو انت حابب تتواصل معايا على الواتساب. ده كده الموضوع سريعا جدا. تعالوا بقى عشان ما اطولش عليكم نعمل انبوكس سريع للموبايل وبعد كده نشوف المواصفات الكامله للموبايل. هنجيب الكرتونه ونفتح الكرتونه زي ما انتم شايفين كده بالسكينه بتاعتنا بتاعت كل فيديو. هنبدا نفتح الكرتونه، نقفل بقى السكينه، نشيل السلوفانه بتاعت الكرتونه، بتبقى جايه الكرتونه عليها سلوفانه، وبعد كده بنفتح الكرتونه زي ما انتم شايفين. دي شويه اوراق ملهاش اي لازمه، وبعد كده ده الجراب اللي بينزل مع الموبايل، ده بيبقى جراب سيليكون بس كويس عشان يحافظ على الموبايل. ونشوف بعد كده الموبايل اللي جاي معانا في الكرتونه، ده اللون البلو. الجهاز زي ما انتم شايفين كده شبيه جدا للايفون. نشيل الورقه اللي بتبقى على شاشه الموبايل، نفتح الموبايل نشوف ايه تاني في محتويات الكرتون. هنلاقي الموبايل جاي براس شاحن زي ما انتم شايفينها كده، وكمان اليو اس بي، وزي ما انتم عارفين ان الموبايل بينزل بدون سماعه نهائيا. فدي كده محتويات الكرتونه سريعا. بالنسبه للتصميم فالموبايل جاي بتصميم بالكامل من البلاستيك، وزي ما انتم شايفين كده الكاميرات جايه بتصميم عامل زي الايفون، يعني بيقلدوا الايفون شويه، ولكن النوع ده من التصميم صراحه بيعجب ناس كتير جدا اللي هي بتبقى حابه شكل الايفون ولكن مش قادرين يجيبوا الايفون او مش حابين نظام الاي او اس عموما، فبيبقى حابين يمسكوا تصميم شبيه للايفون. وجايب النوتش العادي فما فيش جديد في النقطه ديت، والشاشه جايه من نوع اي بي اس ال سي دي، وجايب مساحه 6.71 انش بجوده 720 في 1650 بكسل بمعدل كثافه بكسلات 268 بكسل لكل انش. والجميل في الشاشه ان الشاشه جايه بتردد 90 هرتز، ودي طبعا بتبقى كويسه جدا في السكرولنج عموما، والسكرول اب والسكرول داون بيبقى سلس جدا. والموبايل جايب نسختين، اول نسخه معانا جايب 3 جيجا رام مع ذاكره 64، والنسخه الثانيه جايه 4 جيجا رام مع ذاكره 128. والنسختين ينفع انت تزود الذاكره الداخليه عن طريق كارت ميموري بمكان منفصل عن الشريحتين. وبالنسبه للاداء فالموبايل جاي معالج من نوع يونيسوك تي 612 بتقنيه 12 نانو مع معالج رسومي من نوع مالي جي 57. الموبايل طبعا هيديك اداء متوسط، مش افضل حاجه في الالعاب، فهتلعب لعبه زي بابجي او كول اوف ديوتي هتلعبها عادي، ولكن لازم تقلل الاعدادات بتاعتها علشان خاطر تديك اداء مقبول. وبالنسبه للكاميرات فالموبايل جايب كاميرا اماميه بدقه 5 ميجا بكسل بفتح العدسه اف 2.2، وجايب كاميرا خلفيه مزدوجه. اول كاميرا معانا جايه بدقه 13 ميجا بكسل بفتح العدسه اف 2.2، والكاميرا الثانيه جايه بدقه 8 من 100، ودي طبعا بتبقى كاميرا مساعده. وبالنسبه لوسائل الامان فالموبايل جايب بصمه مدمجه مع زرار الباور زي ما انتم شايفين كده، فالبصمه صراحه بتعلق مش افضل حاجه، يعني مش افضل تجربه مع البصمه ما بتفتحش او ما بتستجيبش بسرعه زي اي بصمه في اي موبايل تاني، وكمان بيدعم خاصيه الفيس انلوك. تعالوا نجرب مع بعض صوت السبيكر الخارجي، وزي ما انتم عارفين طبعا بنجرب صوت السبيكر في القرآن مش في اغاني ولا الكلام ده، فتعالوا مع بعض نشوف كده. عبادي الذين اسرفوا على انفسهم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. زي ما انتم شايفين كده صراحة صوت الموبايل كويس لحد ما، مش وحش، فهيديك برضو اداء مقبول بالنسبة لصوت السماعات الخارجية. وبالنسبة لنظام التشغيل فالموبايل جاي بنظام تشغيل اندرويد 13 مع واجهة ريلمي المخففة. واخيرا وليس اخيرا البطارية، فالموبايل جاي ببطارية بسعة 5000 ملي امبير، وكمان بيدعم الشحن بقوة 10 واط وبيشحن بمدخل تايب سي. كده يبقى احنا اتكلمنا في كل حاجة عن الموبايل. لو انت عايز تعرف بقى سعر الموبايل ده فالموبايل نازل بنسختين زي ما انا قلت لكم. اول نسخة معانا اللي هي 3
جيجا رام مع الذاكره 64 ودي بتبقى سعرها 4500 جنيه. اما سعر النسخه الثانيه اللي هي 4 جيجا رام مع ذاكره 128 دي بتبقى عامله 4900 جنيه. طبعا لو انت حابب تشتري الموبايل او تسال عن اي حاجه تخص الموبايل ممكن برضو تسالني او تسيب لي كومنت وان شاء الله هرد عليك. الموبايل برضو مش افضل حاجه ولكن يعتبر بالنسبه للسعر يعتبر كويس جدا. ده طبعا بالنسبه لي، معرفش بالنسبه لك انت هيبقى اختيارك ايه بالنسبه للموبايل. وعموما احنا كده اتكلمنا عن كل حاجه في الموبايل. لو انت اول مره تشوفني يا ريت تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد ينزل على القناه اول باول. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.